رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ووفقنا للعمل به برحمتك يا أرحم الراحمين. مشاهدي الأكارم، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته في حلقة جديدة من برنامجكم سيرة من نور، نتحدث فيها كما اتفقنا في هذا الشهر الكريم عن مدارسة القرآن الكريم. واليوم سنتحدث عن مقاصد سورة النور، هذه السورة المكية العظيمة التي نزلت على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قلوب الصحابة الكرام. ومقصد هذه السورة في الأساس هو العفة والستر وحفظ المجتمع المسلم من الرذيلة ومن الفاحشة. هذا مقصد هذه السورة من أولها إلى آخرها. وهذه السورة في الحقيقة آيات منها تحدثت في البداية عن أسماء الله، عن تحذير من الزنا وعقوبة ما هو فيه. فالآيات الأولى كانت تتحدث عن تطهير الزنا والزواني بالعقوبة الحدية. ثانيا التطهر باجتناب نكاح الزاني وإنكاح الزواني إلا بعد التوبة ومعرفة الصدق فيها. الثالثة تطهير الألسنة عن الرمي الناس بفاحشة الزنا ومن قال أو من القول والقيل ولا بينة فيحد حد القذف. الرابعة تطهير لسان الزوج عن رمي زوجته بالزنا ولا بينة وإلا فاللعان. الخامسة تطهير النفوس وحجب القلوب عن ظن السوء بمسلم بفعل الفاحشة. السادسة تطهير الإرادة وحجبها عن محبة إشاعة الفاحشة في المسلمين. السابعة الوقاية العامة بتطهير النفس من الوسواس والخطرات التي هي أولى خطوات الشيطان في نفوس المؤمنين. الثامنة مشروعية الاستئذان عند إرادة دخول البيت حتى لا يقع النظر على العورات. التاسعة والعاشرة تطهير العين من النظر المحرم إلى المرأة الأجنبية أو منها إلى الرجل الأجنبي. الحادية عشر تحريم إبداء المرأة زينتها للأجانب. الثانية عشر منع ما يحرك الرجل ويثيره كضرب المرأة برجلها ليسمع صوت قلقالها فيجلب ذوي النفوس المريضة إليها. الثالثة عشر والرابعة عشر الأمر بالاستعفاف لمن لا يجد ما يستطيع به الزوج، في قوله تعالى الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذه هي أبرز سمات هذه السورة. كما قلت لكم بدأت هذه السورة الكريمة ببيان أحكام الزاني والزانية، ثم انتقلت بعد ذلك إلى ما يتعلق بقصة الإفك وما ابتلي به النبي صلى الله عليه وسلم وابتليت به عائشة من قذفها بهتانا وكذبا. كان هذا أمر عظيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدب الله سبحانه وتعالى المؤمنين. ونمر عليها مرورا سريعا، حيث قال سبحانه وتعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين.
لولا جاءوا عليه ب4 شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذه الآيات فيها التأديب والتوجيه من الله سبحانه وتعالى في موضوع الإشاعة. واليوم مع الأسف في المجتمعات الناس ترمي كلاما ويتهم بعضهم بعضا زورا وبهتانا، ويتساهل المستمع إلى هذه التهم الباطلة ولا ينكر ولا ينصح أخاه بالتي هي أحسن. فهذا منكر عظيم ويسبب الحقد والبغضاء بين المسلمين حينما يقذف أحدا آخر أو يقذف أحد من موليات آخر، فيؤدي هذا إلى نشر الفاحشة والبغضاء والحقد بين المسلمين. ولذلك لما تورط مصطح بن أثاث في هذا الموضوع غضب عليه أبو بكر الصديق، وكان من قبل ينفق عليه، فأبو بكر يقول: كيف وأنا أنفق عليه ولي إحسان بعد فضل الله عز وجل تجاهه؟ كيف هذا يعني يقذف ابنتي عائشة؟ فأقسم بالله عز وجل أن لا ينفق عليه أبدا، وبدت بينهم العداوة والبغضاء. فأنزل الله سبحانه وتعالى توجيها لأبي بكر يقول له: ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين المهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر: بلى أحب ذلك، فأعاد النفقة على مصطح بن أثاث. هكذا هذه السورة تؤدب الصحابة، تؤدب الذين يطلقون ألسنتهم بغير حجة وبيان على المحصنات الغافلات، وتؤدب أيضا الذين يغضبون ويخرجون عن المسار الصحيح، فتعيد هذا إلى الصواب وتعيد هذا إلى الصواب. ثم حذر ربنا سبحانه وتعالى وقال: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. هذه الصورة أيضا تشنع على الذي يتهاون في مساس أعراض المسلمين، تشدد أيما تشديد. ومنها قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا وعيد شديد لكل من ينشر الرذيلة والفاحشة ويدعمها ويقويها ويحفظها، فهو متوعد بنص كتاب الله أن الله سيعذبه في الدنيا قبل الآخرة، سيعذبه في الدنيا قبل الآخرة. وهذا يعني أن أعراض المسلمين خط أحمر، أن أعراض المسلمين والمجتمع المسلم الذي يمسه فهو يعني يلعب في منطقة خطيرة جدا فيها وعيد شديد من الرب سبحانه وتعالى. وهنا أيضا قال: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. فأيضا هذا سبب إلى اللعنة والطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. بل وقال: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات.
وهنا يتبين أيضا حينما يتقدم الشخص يريد خطبة امرأة ما، يجب على أهلها أن يبحثوا عن هذا الرجل، هل هو من الطيبين أو هو من الخبيثين. وكذلك هو أيضا حينما يتقدم لخطبة امرأة عليه أن يبحث هل هي من الطيبات أم هي من الخبيثات. وهنا وكأن الآية هي إخبار في نفس الوقت هو توجيه، ولذلك محرم على الشخص أن يتزوج امرأة زانية. امرأة إذا كانت معروفة بالزنا لا يجوز للمؤمن أن يتزوجها ولو كان يحبها ولو كان يعشقها، فإنها زانية حتى تتوب من الزنا وتقلع عنه تماما. وكذلك العكس بالعكس، إذا كان أيضا الرجل زاني وليس بعفيف فلا يجوز للمرأة أن تتزوجه ما دام هو في حالة الزنا. وهذا أمر إلهي شرعي يجب على المؤمنين أن يعملوا به. وهنا أيضا حينما يعني يبين لك هنا أيضا حكمة تحريم الزواج من الزاني والزانية، وهو حفظ الفروج وحفظ أيضا الأجسام من الوقوع في الأمراض الخطيرة. فالإيدز مثلا ينتشر عبر العلاقات المحرمة، فالمرأة التي تتزوج من رجل زاني يقع في الفواحش عياذا بالله، فإنه قد يصيبها من هذا المرض الذي سببه الفاحشة الذي يقوم بها زوجها مع هذه وهذه وهذه، فتنتقل هذه الأمراض بسبب هذا الرجل إلى زوجته، وهكذا ربما ينتقل أيضا إلى أبنائه من خلال انتقال الدم إلى ذلك وما إلى ذلك. إذن هنا الحذر من تزويج الزاني بالعفيفة وتزويج العفيف بالزانية، فهو خطر جدا. فالخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. وطبعا السورة تعني عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وتعني النبي صلى الله عليه وسلم إمام الطاهرين ومقدمة يعني والمقدم في أصحاب العفة صلى الله عليه وسلم، فهو الإمام في عفته صلى الله عليه وسلم، وإمام في طهارته، وإمام صلى الله عليه وسلم في بعده عن هذه الفواحش. وكذلك أهله وزوجاته كلهن أطهار عفيفات نظيفات رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. ومن اتهم عائشة بالزنا بلا شك في كفره وبلا شك في ردته، لأنه مكذب للقرآن الكريم، ومن كذب القرآن الكريم فهو كافر مرتد. ثم بدأ ربنا عز وجل يذكر الآداب التي تقي المسلم وتقي المجتمع المسلم من الوقوع في الفواحش، وهي آداب مهمة جدا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ثم بدأ يذكر ربنا عز وجل آداب غض البصر للجنسين للرجال وللنساء، وكذلك وجه المرأة في حفظ زينتها إلا على بعض الناس. هذا كله من أجل الحفاظ على المجتمع المسلم، وحتى لا تثير المرأة الرجل فتظهر مفاتنها فتقع الفاحشة. واليوم كما نشاهد تبرج النساء في كل الأماكن بلبس العري وإظهار الفتن، وتخرج المرأة وكأنها
ذاهبة إلى عرس، فبالتالي يفتن بها الرجل صاحب ضعف الإيمان أو الذي فيه مرض ومرض الزنا، فيقع في الفاحشة، وتكون هي سببا في نشر الفساد، سبب في نشر الفساد. فإذا انتشرت الفاحشة في ربوع المجتمع المسلم، أن ينتهي المجتمع المسلم، ينتهي تماما ويصبح لا قيمة له ويظلم قلبه والعياذ بالله. ثم أمر الله سبحانه وتعالى أن التزويج، وقالوا أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، لأن علاج انتشار الفاحشة هو نشر الفضيلة، وهو الزواج. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإن لم تفعلوا نعم، في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام من جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض فساد كبير، وفي رواية فساد عريض. فنشر الزواج وتسهيل أمره يؤدي إلى التقليل من الفواحش ومن الزنا، يؤدي إلى تقليل من الفواحش ومن الزنا. فإذا كان مظنة وقوع الزنا من الإيماء ومن العبيد الأرقاء، أمر الله عز وجل وقالوا أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. إذن هذا الأمر بتزويج الإماء وتزويج الأرقاء، وكذلك يعني إعانتهم على المكاتبة حتى يكونوا أحرارا، وتحريم تحريم نشر الرذيلة في الإماء من أجل الحصول على دراهم معدودات. ومن هنا مشاهدي الأكارم يبين لنا مسألة النكاح والزواج الحلال هو تطهير للمجتمع. فإذا كان المجتمع متشدد في ما يتعلق بالزواج، وأيضا كذلك في غلاء المهور ومنع الصالحات المؤمنات من العفة، ينتشر الفساد. ولذلك اليوم أصبحنا نرى يعني والعياذ بالله يعني الزنا سهل جدا، يعني خانات الزنا وبيوت الدعارة وشقق الدعارة والعياذ بالله منتشر. وأيضا بعض النساء امتهنت الفتوى بجواز زواج المسيار، إلا أن تتزوج في آن واحد من 2 إلى 4 إلى 5 رجال، وتفعل الفاحشة مع هذا ومع هذا ومع هذا بحجة زواج المسيار. فأصبح أيضا زواج المسيار نفسه سببا لانتشار الفساد، لأن الزوج يتساهل في عملية البحث عن الزوجة الصالحة من خلال المسيار. فإذا وجد امرأة حسناء جميلة وقالت أنا ما عندي مانع، فإنها والعياذ بالله تأتي بولي ليس بوليها، وتأتي برجل يزوجها ليس قريبا لها أبدا، فتظهر بأن هذا ولي أمرها، فبالتالي يحصل النكاح الفاسد. ربما الرجل لا يكون آثما، ولكن المرأة آثمة وهي زانية بفعلها هذا، لأنها تظهر أنها تتزوج من خلال ولي ليس بوليها. وبالتالي ويا ليتها أيضا تعمل بفتوى الأحناف أنها تقول زوجتك نفسي أو توكل أي أحد،
وإنما هي تمارس هذه الرذيلة معه ومع غيره، وتأخذ مهرا في بدايته. ثم وهناك أيضا أمر آخر، أن بعض النساء يعني تتعرض لمثل هذا الموضوع أو تعرض نفسها لمثل هذا وتتزوج، فإذا ذاق عسيلتها ليلة واحدة فقط بعد أن تأخذ المهر وتأخذ الذهب فتختفي تماما، فيبحث الرجل مسكين أين زوجتي، ويتصل بأولياء أمرها الذين زوجوه فيجد ليس لهم أي أثر، وتغلق الجوالات والهواتف ولا يعرف من أين يجد حقه، وتختفي المرأة تماما، ويكون قد خسر ماله، بل ربما يكون تعرض لأعراض صحية خطيرة كالإيدز وغيره، لأن هي أصلا زانية، هذا فعلها، لكن لأن الزانية لا أحد يقبلها إذا كانت زانية، فتعرض نفسها على إنها زوجة وتضع صورتها الجميلة في مواقع الإنترنت وتدعي أنها تبحث عن الزوج، وأنها تريد الاستقرار، وأنها تريد الحياة والعفة، وأنها من أسرة طيبة، وتعمل لهذا فيلم كامل، وتكلم فلان وفلان وفلان، سيتصل بكم هذا الرجل وأنت ستقوم بدور الأب، أنت ستقوم بدور الأخ، أنت ستقوم بدور ابن العم. فالزوج حينما الخاطب حينما يريد ويسمع هذا الكلام المنمق المرتب، وأننا نريد العفة وستر ابنتنا ولا نريد شيئا آخر، والمهر يعني أعطيها مهر مثلها من 3000 إلى 4000، لا وإن زدت فمن عندك 5000 دولار، وهذه الخمسة هي تعطي 500 لهذا 500 وتأخذ بالباقي ليلة واحدة وتختفي تماما، ليلة واحدة وتختفي تماما. هكذا والعياذ بالله اليوم أصبح الناس يتفننون في مثل هذه الأمور وينشرون الفساد. السبب أيضا المجتمع لم يسهل عملية الزواج. المجتمع إلا من رحم الله يحارب التعدد على أن التعدد جريمة، وأنه ظلم للمرأة، وأنه خيانة للمرأة الأولى، وهذا كله كلام فارغ وكلام لا قيمة له. التعدد هو لمصلحة المجتمع عامة، والتعدد لمصلحة الزوجة الأولى، التعدد هو لمصلحة. رأيتم الغرب كيف الغرب يبيحون الفساد مع 1000 امرأة، روح افعل الفساد مع 1000 امرأة وممنوع أن تتزوج عليها، وهذا هو الذي يريده الشيطان. نعم. ومن هنا الله سبحانه وتعالى بين لنا أن فيما يتعلق هذا الأمر الذي هو التزويج وتسهيل أمره، شوف ربنا عز وجل هنا ماذا يقول: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. ما سبب ذكر هذه الآية الكريمة في بيان أن الله نور السماوات والأرض سبحانه، هو الذي ينير ويضيء السماوات السبع بنوره سبحانه وتعالى، الذي خلقه بين خلقه، وبنوره سبحانه وتعالى الذي أشرقت له الظلمات، فيه سبحات وجهه يعني تحرق ما انتهى إليه بصره. فربنا عز وجل صاحب نور سبحانه وتعالى، يتصف بنور، الله نور، الله نور. ما سبب ذكر هذا الوصف في وسط وقلب أحكام العفة والتحذير من الزنا؟ كأن الله عز وجل يقول أن ما أريده لكم في هذه الصورة من الآداب
هو نور وهداية إلى قلوبكم، نور وهداية لقلوبكم. فقلوبكم حتى تكون متقبلة لأحكام الله يجب عليها أن تكون طاهرة من هذه الفواحش والرذائل. وفي المقابل لو وقعت في هذه الفواحش وفي هذه الرذائل فإنها لا تقبل أحكام الله عز وجل. وكأنه يشير سبحانه وتعالى هنا أيضا إلى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. فهنا حينما يقول الله نور السماوات والأرض ثم ذكر مثالا لنوره سبحانه وتعالى، وهنا يذكر لنا سبحانه وتعالى مجموعة من الأحكام ومن الآداب التي تطهر وتنير قلوبنا. أذكر لكم مثالا ذلك. قال سبحانه: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. ما علاقة تزكية النفس بكون الشخص يقال له ارجع؟ هنا أيضا سر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. إنما يقول لك شخص طرق الباب فقلت له ارجع، فكان بعض السلف يقول: أتمنى إذا طرقت الباب على أحد فيقول لي ارجع، أتمنى أن أرجع من أجل أن أنال هو أزكى لكم. يا سلام، شوف الفقه العميق، لأن تزكية هذه النفوس وتطهيرها وكيفية ذلك وآلية ذلك لا يعلمه إلا الله عز وجل. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، أزكى من تزكية النفوس وتطهيرها، فلا يعلم ما يطهر هذه النفوس حقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك خير لهم ويحفظوا فروجهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. هذه الآداب هي تنير القلب، ولذلك الله سبحانه وتعالى سمى هذه السورة بسورة النور لأمرين: لما ذكر هنا من وصف له سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض، ولكونه قال: ومن لم يجعل الله له من نور فما له من نور، ومن لم يجعل الله له من نور فما له من نور. النور المقصود به هو النور المعنوي والنور الحسي. النور المعنوي هذه المعاني السامية هي نور في الحقيقة، وهي تنير لك الدرب الذي يوصلك إلى الله. وهي نور حسي أيضا، فإنها تحفظ جسدك من كل الرذائل ومن كل الأوساخ ومن كل الأمراض، فهي نور أيضا. وبالتالي كلما كان الإنسان بعيد عن هذه الفواحش كان صحيح البدن، قوي البدن وقوي البصر، وبالتالي يكون يعني أهلا لأن يعبد الله سبحانه وتعالى بصحة وعافية. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى آيات تدل على قوته وعلى قدرته وعلى حكمته سبحانه وتعالى، حتى تتهيأ النفوس أن هذه الأحكام ما جاءت من جهات مثلا ليست عالمة، ولا جاءت من جهات مثلا ليست لها قدرة، وإنما جاءت هذه الأحكام من لدن حكيم خبير. انظروا واسمعوا، شوف ماذا يقول ربنا. قال سبحانه وتعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب.
أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذه الآية الكريمة فيها معجزة علمية اكتشف من خلالها العلماء أن في أعماق الأرض ظلمات، وكلما الإنسان أوغل في العمق وجد الظلمة حتى إذا أخرج يده لا يستطيع أن يراها. هذه معلومة من أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. كيف أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المعلومة من علوم البحار وهو لم يركب البحر قط صلى الله عليه وسلم؟ فهذا دليل على نبوته وعلى صدق هذا القرآن. ثم قال سبحانه: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض إلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. وهذه الآية أيضا في قوله تعالى: وينزل من السماء من جبال فيها من برد. كيف من جبال فيها من برد؟ وينزل من السماء من جبال. وجدوا أن السحب في السماء تكون كالجبال، تكون مجتمعة كالجبال. سبحان الله، من صعد إلى السماء ورآها فعلا يرى أنها مثل الجبال. هذه الجبال تنزل البرد وينزل منها الماء أيضا. وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. فمن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في السماء سحب تشبه الجبال أو أنها كتلة كالجبال تماما ينزل منها البرد. هذه معلومة أيضا ذكرها علماء الفلك أن هذه السحب تجعل. والقرآن الكريم ذكر هذا قبل 1446 سنة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أخبر هذا النبي عليه الصلاة والسلام بهذا إنه الله الذي صفته أنه نور السماوات والأرض. وهكذا يبين الله عز وجل قدرته العجيبة في هذا الكون، يقلب الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ذكر هذه الآيات الكونية في وسط الأحكام تدل على أن الذي يقرر هذه الأحكام الشرعية هو عالم، هو قدير، هو حكيم سبحانه وتعالى. فتقبلوا هذه الأحكام بطاعة وخضوع له سبحانه وتعالى، فإن هذه قدرته وهذه إمكانياته حتى تكونوا من الفائزين. وهكذا ربنا سبحانه وتعالى يبين أيضا أحكام الاستئذان ودخول: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. انظروا، مسائل بسيطة ولكن هي في وجهة نظرنا بسيطة، لكنها عند الله عز وجل عظيمة، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أحكام استئذان الأطفال، أحكام استئذان الأرقاء والخدم والخادمات في بيوتكم، يجب أن يلتزموا بهذه الآداب. انظروا إلى هذه الآداب العظيمة التي أنزلها الله عز وجل علينا. نحن في غنى عن آداب الغرب،
في غنى عن آداب الأمريكان، ولا في غنى عن آداب ربنا التي أنزلها الله علينا، آداب عظيمة سامية هم مستفيدين منها، مستفيدين من الآداب العظيمة التي قررها الإسلام. شوف: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، الأرقاء والخدم، والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، الأطفال، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. من قبل صلاة الفجر يعني في الثلث الأخير من الليل، يعني الإنسان يكون في هذه الفترة مع أهله، قد يكون عاريا، قد يكون في غير وضع، يعني لا يحب أحد أن يراه، فقبل صلاة الناس نايمة قبل صلاة الفجر. وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، هذه فترة القيلولة، هذه فترة القيلولة. ومن بعد صلاة العشاء، هذه فترة السمر والاستعداد للنوم ومداعبة الزوجة والتلطف معها، فهي تلبس أحسن اللباس وزوجها أيضا يكون يلبس أحسن اللباس. فلا يصح أن هنا الآن الأطفال الذين عندهم يعني بلغوا مرتبة الحلم فيفهمون عورات النساء، لا يجوز لهم أن يدخلوا على أبائهم، يجب أن يستأذن، طاخ طاخ طاخ، يجب. شوف آداب عظيمة، حتى لا يقع عينه على عورة أمه أو على عورة أبيه. ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، لأن هؤلاء يطوفون دائما داخلين خارجين في البيت، فلا بد أن يلتزموا بهذه الآداب. كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. الطفل، أبشر، الطفل الذي هو دون التمييز، دون الثالثة، دون من الرابعة أو من الخامسة فما دون، لا يميز، هذا أحيانا يعني يصعب تعليمه الآداب، فلذلك يدخل مباشرة على والديه، فهذا لا حرج، فإنه لا يميز ولا يعرف عوراه ولا يعرف أمور، لكن الذي يميز هذا الذي يجب الحقيقة أن يجب الحقيقة أن يؤدب ويعلم. وهكذا جاءت الآيات في بيان الاستئذان، حكم الاستئذان، وفي بيان أيضا كيفية الدخول لكل من هو فوق الحلم. ليس على هنا قال: والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا، هذا حكم بالنسبة لكبار السن. ليس على الأعمى حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم، حتى لا نفهم أن هذا الاستئذان يمنعنا من دخول أقاربنا، لا، وإنما هو تقنين وتزيين لهذا. حتى انتهت الآية قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، هنا تعظيم وتوقير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كل هذه الآداب لا تستهينون بها، فإنها من الآداب المهمة، وربما بسبب عدم احترامكم لهذه الآداب يزيغ قلوب بعضكم فيهلك والعياذ بالله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم قال وختم السورة: ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. فكنا في رحاب هذه السورة العظيمة، سورة النور، التي تنور قلوب المؤمنين بالآداب السامية، وفيها أيضا الدفاع عن فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها الأمر بالدفاع عن فرش المؤمنين في كل بيت. نسأل الله تعالى أن يطهر بيوتنا وبيوتكم، أن يحفظنا
من الفواحش وأن يعيننا على الالتزام بهذه الآداب. فعلى الرجال أن يغضوا البصر، وعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله وتتحجب بما أمر الله عز وجل به، وإلا فالعاقبة ستكون سيئة جدا. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على نهج الرسول لنا مسير، وعند الله للساعي مصير. شغلنا عن طريقك يا حبيب.